حلم حياته يعيش حياة الأغنياء ويجيب فيلة أحلامه، واشترط على مراته إنها تكون في كومباوند وعلى فيو ولا أروع وما تقلش ولا تزيد عن 10 مليون جنيه. حمو شاكر عايز يسيب شقته الجديدة، فيا ترى ليه مش عاجباه الشقة بتاعته الجديدة؟ وهل فعلا هينقله في فيلا؟ وإيه حكاية الفيو اللي حمو عايزه؟ ومفاجأة كمان عن سعرها. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. مش عايزه تقل عن 10 مليون وهيجيبها جديده لانج، والفيو يطلع على الطبيعه وجاردن، ونفسه يعيش حياه الاغنياء في الفيلل والعمارات ويبقى مليونير. كلامنا هنا عن خطه حمو شاكر ومراته للمستقبل. فيا ترى ليه هيجيب فيلا جديده؟ وهل فعلا غار من صاحبتهم شروق علام وعايزين فيلا زيها وتكون جنبها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. حمو وياسمين بقالهم فترة مش بيظهروا وبيعملوا فيديوهات صامتة عبارة عن حركة بس، سواء روتين يومي ليهم أو الشقة بتاعتهم أو اليوميات بتاعتهم. حمو شاكر أول ما شاف فيلة اليوتيوبر شروق علام انبهر جدا، لدرجة إنه شقلب حياته كلها في ثانية وقرر إنه يعيش حياة الأغنياء دي ويفك الكيس هو ومراته ويغيروا الشقة الجديدة اللي في العاشر من رمضان، واللي ما كملتش سنه حرفيا بفرشها وعفشها كله كان جديد في جديد، لدرجه انها قالت جهزت نفسها في الشقه دي ولا كانها عروسه جديده، وجابت كل حاجه جديده لانج من المعلقه لحد الاوض والملايات. وقعدوا سنين يتنقلوا ما بين شقه والتانيه في ايجار لحد ما ربنا كرمهم بسبب دعوات ماما سناء ونقلوا في شقه هم اللي قالوا عليها شقه الاحلام. لكن حمو اول ما شاف فيلا شروق والفيو والكومباوند اللي هم عايشين فيه ما قدرش ما يعبرش عن الجمال اللي شافه، وقال ان خلاص كده غير خططه لكام سنه قدام وهيحوش عشان بس يجيب فيلا جديده زي فيلا شروق علام بالظبط بنفس الفيو، واشترط على مراته انها تكون في كومباوند وتطل على الجاردن والطبيعه والبول، وخلاص اخد قرار انه يعيش حياه الاغنياء ومش هيرجع في قراره. واتمنى ان السنه اللي جايه يكون نفذ حلم حياته ويجيب فيلا العمر ويلم شمل عيلته كلها وينفذ وصيه ماما سناء. مش بس كده، ده هزر وقال ان الفيلا ما تزيدش ولا يقل سعرها عن 10 مليون جنيه، وهزر مع مراته ياسمين وقال بالنص ايه يعني 10 مليون جنيه، احنا هنروح نسحبهم يبقوا معانا فورا ونجيب الفيلا على طول من غير تفكير. ومش بس كده، ده كمان عمل وليمه مع شروق برجر ومشاوي وكفته وروقوا عليهم وقالوا ان شاء الله السنه الجايه هنكون جيران، وطلعوا فوق وقعدوا يتصوروا في الروف والجاردن وما كانوش عاوزين يمشوا من حلاوه المكان. ناس كتير توقعوا ان حمو شاكر خلاص هيجيب فيلا اللي بيحلم بيها، رغم ان لسه شقته ما قعدش فيها كام سنه على بعض. وناس كتير دعوا لحمو ربنا يحقق اللي هو عايزه لانه تعب وشقي في حياته ويستاهل كل خير، وده بفضل دعوات ماما سناء ليه واللي ما كانتش بتنساه ابدا في الدعوات، وكان قاعد معاها ليل نهار بيراعيها، لدرجه ان هو وياسمين كانوا قاعدين معاها في نفس بيت العيله، وكانت ياسمين شايلاها من على الارض شيل، وكانت معاهم على الحلوه والمره، وعلشان كده ربنا كرمهم بدعاء حماتها. يا ترى بقى انتوا تفتكروا حمو هيجيب فعلا فيلا جديده والسعر اللي هو عايزه، ولا لسه شويه لحد ما يحتفل ويعمر بيته الجديد اللي ما كملش سنه جايبه؟ ويا ترى في فيلا الايام دي ب 10 مليون جنيه؟ شاركونا في التعليقات.